يا مساء الفل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بكل صحة وخير وسعادة. مع بداية السنة الجديدة وتقلبات الموبايلات نخرج شوية من الموبايلات، وجايب لكم أفضل ساعات هتكون موجودة في 2025. مجموعة ساعات قوية جدا. تعال أوريك ساعات ما بيزيدش سعرها عن 2000 جنيه. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا. شركة انفينكس رجعت للسوق المصري في التصنيع بساعات صناعة مصرية ولكن قوية جدا. 4 ساعات مختلفة بإمكانيات مختلفة وأشكال مختلفة ومود مختلف للبس الساعات دي. يلا نتكلم عنهم واحدة واحدة وكمل الفيديو للآخر عشان تكسب ساعة من دول هدية. أول ساعة هنتكلم عنها هي ساعة انفينكس اكس واتش 3 جي تي، والساعة دي أكتر حاجة هتلفت نظرك فيها هي التصميم. الساعة جاية بتصميم زي الشركات العالمية بلجري والحاجات دي، وفي نفس الوقت مدياك مظهر الساعة جي شوك. عندك 3 زراير في الجنب شكلهم شيك جدا مع لون هنا نحاسي وجاي باستيك اسود. اكتر حاجه بتميز الساعه دي بالنسبه لي هنا هي التصميم، لان الساعه دي لاي حد بيلبس لبس سبورتيف او لبس رياضي او بيحب يلبس كاجوال قوي هتكون الساعه شكلها شيك ومناسب ليه جدا. وكمان الساعه هنا مش هتديك قيمتها ابدا. ساعه ب 2100 جنيه وبالشكل ده ففعلا مش هتديك القيمه اللي انت دافعها، هتديك اكتر من كده بكتير. عندك شاشه اتش دي، وده حال كل الساعات اللي في الفئه السعريه دي. الشاشه حجمها 1.53 ودرجه الالوان والتشبع في الشاشه كويسه جدا. وكمان من الابلكيشن بتاع انفينكس تقدر تغير وشوش كتير للساعه حسب الاوتفيت بتاعك، ولكن هنا فعلا الساعه اي وش هيتحط عليها هيديها شكل شيك جدا. عندك كمان حركه ما بتجيش غير في الساعات الغاليه ودي موجوده في معظم الساعات دي. ايه هي؟ الديجيتال كراون، اللي هو انك تقدر تتحكم في القايمه عن طريق الزرار اللي في الجنب او الكراون اللي بيبقى موجود في الجنب. تقدر تكبر القايمه او تحركها لو انت عامل شكل مختلف للقايمه، انك تطلعها وتنزلها. ده شيء كويس جدا. من المميزات كمان اللي موجوده في معظم الساعات دي، عشان ما نرجعش في كل ساعه نتكلم عليها، انها افضل ساعات تحت 3500 جنيه ممكن تعمل منها اتصال بلوتوث، يعني توصل الساعه بالموبايل وتقدر تتكلم من سبيكر نقي جدا وتقدر تتكلم بسهوله ووضوح، ما عندكش اي مشكله. اللي بتكلمه هيبقى سامعك وانت هتبقى سامع اللي بيكلمك. لو انت في العربيه قافل الازاز الصوت هيبقى نقي جدا. كمان الساعه فيها كل القياسات الصحيه وقياسات دقيقه جدا. بعد ما قارنتها بساعات ممكن تكون 7 8 اضعاف سعر الساعه دي، القياسات مظبوطه وما عندكش فيها لخبطه. بتقيس لك ضربات القلب ونسبه الاكسجين في الدم واكتر من حاجه، والقياسات زي ما بقول لك مظبوطه جدا. عندك كمان اكتر من 123 نظام رياضي ما بين العاب مختلفه، يقدر يحسب لك الكالوريز ويقدر يحسب لك الوقت اللي قضيته والاكسرسايز بتاعك. فهيكون الموضوع بالنسبه لك لطيف لو انت من الناس اللي بتمارس رياضه. اللي كان حلو قوي برضو الابلكيشن بتاع انفينكس، فيه اكتر من 100 واتش فيس تقدر تختار بينهم. يعني لو انت كل يومين بتغير واتش فيس هيبقى عندك طول السنه تقدر تحط واتش فيس جديد، بالاضافه لانها بتقدر تديك نوتيفيكيشن عربي. وحط خط تحت الموضوع ده لان معظم الساعات اللي فئاتها السعريه قليله ما بتقدرش تديك نوتيفيكيشن عربي. بيجي معاها لانكي كده علشان تقدر تغير الاستراب، وهنا بيجي معاها 2 استراب. وكمان انفينكس هتقدر توفر لك اكسسوارات ليها بسهوله لانها ساعه متقفله في السوق المصري، فهتلاقي الاكسسوارات بتاعتها سواء عاوز تجيب لها ستراب، عاوز تجيب لها كفر، عاوز تغير شويه حاجات كده، كل حاجه هتبقى متوفره في السوق. نيجي بقى للاكس واتش وي، الساعه فعلا اللي سعرها انا مستغربه. الساعه دي ثمنها 2100 جنيه. بتيجي بشاشه اموليد، كراون بيتحرك، بيجي معاها 2 ستراب في العلبه. الستراب ايزي تو تشينج او سهل للتغيير. اي ستراب هتلاقيه بتاع الساعات الاندرويد بيركب عليها عادي خالص. الشاشه بتاعتها درجه صوتها والوانها حلوه جدا، والازاز اللي معمول منه الكفر الخارجي بتاع الساعه حلو، بيدي لمعه كده مع الاضاءه. بصراحه الساعه كانت مبهره بالنسبه لي في الفئه السعريه دي. وحط تحت كلمه الفئه السعريه 100 خط. خليني اقول لك ان كل الساعات اللي انت شايفها دي بتيجي بضمان 12 شهر من انفينكس، وتقدر تروح مركز الصيانه لاي صيانه اي حاجه. مراكز الصيانه موجوده ومنتشره على مستوى الجمهوريه. في شركات تانية بتشتري الساعه لو باظت بعد شهر او حصل اي مشكله بيقول لك ما اعرفش. حجم الشاشه هنا مش هيكون زي الجي تي علشان الساعه مش سميكه، هيكون 1.43. انا مش بعمل مراجعه بالشكل المقصود بالمراجعه، بس انا بقالي فتره، بقالي شهر تقريبا بجرب الساعات دي واحده واحده علشان اطلع النقطه اللي تكون مميزه في كل واحده فيهم. خليني اقول لك برضو ان الساعات دي كلها مقاومه للميه، يعني تقدر تنزل بيها حمام السباحه، تقدر تاخد بيها شاور،
تعمل اي حاجه انت في التمام. الساعه دي بطاريتها كويسه جدا، بتقعد معاك تقريبا من اسبوع ل 10 ايام لما بتشحنها 3 ساعات. كمان تقدر تلعب عليها جيم، وتقدر تتكلم منها، تعمل مكالمات بلوتوث. حتى اقل ساعه فيهم في الفئه السعريه اللي هي ب 1300 جنيه هتقدر تعمل منها مكالمات بشكل عادي جدا، بل بالعكس لو انت في مكان مقفول هتبقى سامع كويس واللي بتكلمه هيبقى سامعك. البطاريه في ساعه وي 300 ملي امبير، و300 ملي امبير بالنسبه لساعه ده يعتبر رقم كويس جدا. بيجي معاها ستراب زياده في العلبه علشان لو حبيت تغير الشكل او تغير الستايل بتاع الساعه، وتقدر تجيب ستراب معدن او تقدر تجيب ستراب بشكل تاني. فعلا الساعه تجربتها حلوه، تجربتها لاكجري. الساعه هنا دي بقى فيها اختلاف انها بتتشحن وايرلس تشارجنج، يعني تقدر تركب الشاحن اللي جاي معاها ده وبتتشحن وايرلس. والساعه دي بقى مختلفه، عندها اكتر من 200 ووتش فيس، يعني لو كل يومين بتغير ووتش فيس مش هتخلص الوشوش اللي موجوده في الابلكيشن اللي اسمه هيلث بتاع انفينكس. بصراحه هم شغالين على الابلكيشن كويس قوي، شغالين على خدمه ما بعد البيع كويس، وقدروا يسعروا بشكل يسمح للناس انها فعلا خلاص اصبح الويربل ديفايس دلوقتي ما بقتش اوبشن. انت عشان تجيب ساعه عاديه بقى ثمنها كام. ففعلا الساعه قيمه مقابل سعر. انا مندهش من التسعير، والله ما كلام للمراجعه. فعلا الساعه تسعيرها غريب، مش هيبان الا لو مسكتها في ايدك. يعني جرب كده تنزل وتشوف الساعه في اي مكان معروض فيها، هتلاقي نفسك ماسك ساعه قويه جدا مش مناسبه للسعر اللي بتتباع بيه خالص. نيجي بقى للساعه اللي خطفتني من اول ما شفتها، وهي الاكس واتش 3 بلس. هنا الساعه عامله راوندات كده لطيفه قوي، ما شفتهاش الا في ساعات كانت نازله من شركات تقيله قوي زمان، كيرفات بسيطه، انحناء، هتحس الساعه نفسها فيها ايدج. دي بقى على ده كله ان هنا الشاشه من نوع اموليد، معاك ساعه بالحجم اللي هو 47 او 48 فيها الانحناءات الخفيفه الشياكه اللي انت شايفها دي مع الكيرفات اللطيفه دي، وكمان معاك شاشه اموليد. ده علشان تلاقيه في ساعه من براندات تانية هتلاقي ارقام كبيره جدا، ولكن خليني اقول لك الساعه دي برضو ب 2100 جنيه. من الحاجات اللطيفه في الساعه كمان ان الاستراب بتاعها ايزي تو تشينج، يعني تقدر تغيره بسهوله جدا. اي استراب بيتباع، عاوز تجيب استراب ميتال، عاوز تجيب استراب عادي. وخليني اقول لك ان هي برضو بيجي معاها استراب في الكرتونه تاني. ففعلا هنا الساعه دي يعني انا قررت ان انا هستعملها كساعه الاندرويد اللي بستعملها، لان هي شكلها مختلف. لو انت حابب تبقى مميز فعلا الساعه شكلها مختلف. حجم الشاشه هنا هو 2.13، وهي كيرفد اموليد سكرين، يعني شاشه منحنيه اموليد. وعندك برضو اكتر من 100 واتش فيس، وعندك انظمه رياضيه كتير. وخليني اقول لك ضيف عليها انك تقدر تلعب جيم على الساعه، يعني لو انت قاعد زهقان وحاطط موبايلك في جيبك او موبايلك فصل، تقدر تلعب جيم بشكل مستقل مع الساعه. التاتش بتاعها سلس جدا، بتتكلم على ساعه في الفئه دي التاتش ما بيجليش، الكراون شغال، بتقدر تتحكم في القايمه عن طريق الكراون. ودي خدوا بالكم انا باكد عليها لانها مش موجوده في الساعات الانتري ليفل او الرخيصه. بطاريه مع الشاشه دي مع كل ده بتقعد معاك حوالي 7 ايام، وده رقم كويس بالنسبه لساعات الاندرويد. يعني ساعات في شركات تانية ما بتقعدش الارقام دي خالص، وفلوس كتير قوي بتدفع. وطبعا مقاومه للميه، وطبعا كلير جدا في المكالمات. بقول لك فعلا الساعه تحس انها قد ثمنها 3 4 مرات. نيجي بقى للساعه الاقتصاديه الانفينكس اكس واتش 1. الساعه دي اللي عاوز حاجه في حدود 1300 جنيه كده. الساعه كويسه جدا وزي الساعات اللي فاتت كلها، وتقدر تغير لها ستراب، وفيها واتش فيسز، وبتعمل منها مكالمات. عندك في الجي تي هم علوا البطاريه مع الشاشه الاتش دي، فهتاخد بطاريه تقعد معاك وقت اطول، لان دي بتعتبر الالترا بتاعتهم، اللي بتقعد بقى مع الناس اللي بتطلع ورياضه وعاوز حاجه كده تستحمل قوي. بالنسبه للساعتين الوي والبلس، دي بتاعت الناس الكلاسيكيه اللي عاوزه ساعه شكلها كلاسيك، سواء مربعه او مدوره، هيختار على حسب الشكل اللي هو بيحبه. ولكن ساعه كلاسيكيه تنفع مع البدل، مع اللبس الكلاسيك، وبرضه تنفع ساعه رياضيه. من وجهه نظري الواتش 1 دي نازله للشباب الصغير اللي برضه البطاريه هتقعد معاه وقت طويل، بس هو عملي وعاوز يدفع تقريبا 1300 جنيه وياخد ساعه يعمل منها مكالمات، يغير واتش فيسز، يغير استرابات. فعلا هتكون مناسبه ليه جدا. دي افضل مجموعه ساعات من وجهه نظري لو بتدور على ساعات تحت 3500 جنيه. فعلا مش قادر ارشح لك ساعه تكون تحت 3500 جنيه تخرج بره نطاق الساعات دي. طبعا بقى لو هتسالني عن رايي، انا طبعا متحيز جدا لساعه ال3 بلس عشان انا بحب الساعات المربعه
بس للاسف ما كنتش بلاقي الحجم ده في الساعات المربعه الا في اسعار غاليه جدا. لو هنتكلم برضو متحيز شويه للجي تي علشان شكل مختلف ومدياك شكل جي شوك مع شكل ساعه براند عالمي مع قوه مع متانه مع بطاريه بتقعد وقت طويل. بصراحه هم كلهم جامدين، ولكن خليني اقول لك ان الوي برضو قويه. لو جينا نتكلم انها ساعه مدوره بشاشه اموليد، لا الساعه قويه. وطبعا الواتش 1 للشباب اللي عاوز ساعه اقتصاديه، مفيش اكتر من كده. نيجي بقى للحته اللي انتوا مستنيينها عشان تكسب ساعه من دول. كل اللي عليك هتعمل لايك وكومنت وتعمل شير للفيديو، وبعد اسبوعين هنختار واحد منكم يكسب ساعه. بشكركم، يا رب ما اكونش طولت عليكم. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات جايه. سلام.